الفيزياء يا صديقي مش بس قوانين ومعادلات على ورق، ده هي العلم اللي بيفك شفرة الكون من أصغر ذرة لحد أكبر مجرة. في الفيديو ده هنتكلم عن مادة الفيزياء في إعدادي هندسة، فجهز قهوتك كده وتعالى عشان الموضوع كبير، فيلا بينا. السلام عليكم. الفيزياء أكتر مادة معروف عنها الصعوبة، ليه؟ لأنها بتحتاج فهم عميق سواء في النظريات في الحسابات، حتى النظري بتاعها حواراته كتير، بس ما نقدرش ننكر إنها أهم مادة للتطور والتكنولوجيا، عشان أي حاجة هتلاقيها مبنية على أساس وفهم فيزيائي، والفيزياء اللي بتدرسها في إعدادي هندسة هي فيزياء تقيلة مش سهلة، ودي موضوعها الإكمني. هنتكلم النهاردة على أنواع الفيزياء وإزاي تذاكرها، وهل في حد أصلا بيجيب فيها امتياز؟ الفيزياء متقسمة لفيزيكس 1 في الترم الأول وفيزيكس 2 في الترم التاني. فيزيكس 1 دي المادة العشوائية، مادة كل شابتر فيها متخصص بذاته، ملوش علاقة لا باللي قبله ولا باللي بعده. ميزة إنك لو وقع منك شابتر مش هيأثر على باقي الشباتر، عكس فيزيكس 2 كلها مبنية على بعض، فلو في محاضرة واحدة بس وقعت منك اعتبر الباقي ضاع. مفيش فايدة، مفيش فايدة. فيزيكس 1 بتكون مختلفة حسب كل جامعة، مش زي الماس محاضرة أو اتنين مختلفين، لأ، ده ممكن نص المنهج أو أكتر مختلف. فالنهاردة أنا هقول لك على التقسيمة اللي في هندسة الكهرباء. أول شابتر بيكون على الدايمنشنز واليونتس. فاكر ام ال تي اللي أنت خدتها في أولى ثانوي؟ هي تقريبا بزيادات طفيفة بس نفس الكونسبت. ما بيجيش عليها أسئلة لا في كوز 1 وسؤال أو اتنين في النت، إنما في الفاينل ما بيسألش عنه. تاني شابتر وهو الالاستيستي، ممكن أقول لك إن الشابتر ده متوسط شوية، هو عبارة عن شوية قوانين وبتعوض فيهم، بس أنت لازم تكون فاهم الكونسبت وتكون فاهم الرسم البياني كويس عشان هي رسمتك في الرسم البياني بتاعك. بعدها بتدرس شابتر الفلويد، هو ما أدراك ما الفلويد. قلبك هيقف، قلبك هيقف. شابتر من أصعب الشباتر اللي هتعدي عليك. فاكر الأنبوبة ذات شعبتين اللي أنت خدتها في تانية ثانوي؟ هي بس بزيادات، يعني مش بسيطة، لأ زيادات كتيرة. مشكلة الشابتر ده إن أنت ما بتبقاش عارف أنت تستخدم أنهي قانون ولا تعوض بإيه ولا الحتة ديّة من أنهي جزئية. هو شابتر بصراحة شابتر صعب، بس أنت لو ذاكرت كويس يعني هييجي معاك. وأكتر حاجة بتركز عليها الدكاترة في الشابتر ده حاجة اسمها الpoint force، لمّا تدرسها هتفهم. الشابتر ده مهم جدًا، بييجي عليه أسئلة كتيرة جدًا سواء في الmid أو في الfinal. بعدها بتدرس شابتر الجرافيتي. فاكر القانون اللي أنت كنت هو F بتساوي GMM على R square، هو الشابتر كله مبني على القانون ده. شابتر سهل وبسيط وأسئلته سهلة وفي المتناول عادي. وآخر شابتر بيكون عن الthermodynamics، بيكونوا حوالي 4 أو 5 محاضرات بس بيكونوا مهمين جدًا، وبيكونوا مرتبطين ببعض، فأنت لازم إنك تهتم بيهم من أول محاضرة. وبصراحة هي صعبة شوية، بس أنا كان بالنسبة لي الfluid أصعب، فكل واحد ودماغه. دلوقتي إحنا قلنا منهج physics 1، إيه هو بقى منهج physics 2؟ physics 2 برضه مختلفة حسب الجامعة، في جامعات بتدرس كهربية ومغناطيسية، في جامعات بتدرس كهربية وضوئية. طب إحنا في القاهرة إحنا بندرس منهج الكهربية والمغناطيسية. منهج الكهربية بيكون شبه بتاع تالتة ثانوي بس بشوية زيادات. حاول تفهم وتتعمق في كل جزئية في المنهج، عشان أنت ممكن على مدار السنة في الكويزات والميد تكون فاهم القوانين وفاهم شوية المادة وتقفلهم عادي، إنما في الفاينل أنت بجد لازم تكون فاهم أساس المادة. ودكتورة سحب ما بترحمش في الفاينل، وهتشوف الفاينل وهتصدقني. سامحني. طب تقسيمة الدرجات، بص هنتكلم أول عن فيزيكس 1. أنت عندك 5 درجات كويز 1 و10 درجات كويز 2، 5 درجات حضور للسكشن، وعندك 20 درجة امتحان العملي بحضور العملي، وهنتكلم دلوقتي عن العملي، و20 درجة ميد و40 درجة فاينل. طب في فيزيكس 2 عايز أقول لك إن درجات فيزيكس 2 مش معروفة أوي والدكاترة بتحددها في السنة، بس في سنتنا إحنا كان عندك 5 درجات كويز 1 و5 درجات كويز 2 و10 درجات كويز 3، ودي المادة الوحيدة اللي كان فيها 3 كويزات وكلهم كانوا بيتحسبوا، عشان أنت عندك مواد زي في كيميا وCS بيبقى في 3 كويزات بس بناخد أحسن 2، وعندك 20 درجة ميد و20 درجة امتحان العملي بحضوره، و40 درجة للفاينل. طب العملي بيتقسم إزاي؟ بُص إحنا 36 سيكشن، كل 12 سيكشن بيتقسموا في أسبوع، يعني بيتقسموا في 3 أسابيع. يعني التجربة الأولى لو أنت مثلًا كنت في الأسبوع الأول، فالتجربة التانية هتكون في الرابع، والتجربة التالتة هتكون في السابع. طبعًا ده مثال تقريبي بيختلفوا بقى حسب الأجازات والmid term وكده. قبل أسبوع التجارب ما يبدأ بيتبعت لك لينك الفيديوهات بتاعة التجارب دي، بتخش تشوفها وتحاول تفهمها كويس أوي، عشان الشرح في المعمل بيكون على السريع، ولو فهمت الشرح أوي على اليوتيوب ممكن ما تسمعش الشرح وتروح تطبّق على طول. وبيكون في كتاب للمعمل وتشتريه من الكلية، بيكون فيه التجارب بتاعتك طول الترم. بتعمل التجربة والرسايل اللي بتطلع لك بتكتبها في الكتاب وبتصححه عند المعيد.
وعشان اكون صريح معاك، انت ممكن تغش ارقام من صحابك وخلاص. Beautiful. بس لما تيجي تذاكر الامتحان العملي وانت اللي كنت عامل التجربه، فالتجربه بتبقى محفوره في ذهنك، فمذاكرتها بتكون اسهل. وامتحان العملي بيكون اختياري على التجارب اللي انت عملتها طول الترم. طب الشيت، بص هو حلو سواء فيزيكس 1 او فيزيكس 2، بس بصراحه هو مش كافي. يعني انت لازم برضه تحل شويه من الملازم او من المراجع لو انت حابب تتعمق. طب تحضر لمين من الدكاتره؟ وعايز اقول لك ان كل دكاتره الفيزياء عندنا كويسين جدا. عندك دكتور زي دكتور النسيري مثلا، يتصنف على العالم اصلا. دكتور النوران، دكتور شرحها سهل وسلس جدا. كان بيدير في المحاضرة دكتور برهان، كان دكتور طيب جدا. كان ساعات كده في نص المحاضرة ينزل يوزع علينا طوفي. سؤال توفى الله، الله يرحمه، ودعوا يا شباب. وعندك دكتورة سحر، هي اللي ماسكة مادة فيزيكس 2. ليها قناة على اليوتيوب بجد تقدر تعتمد عليها، شرحها وحلها كل حاجة. وعندك برضه قناة دكتور محمد إسماعيل، هتتبسط جدا وأنت بتتابع. طب بالنسبة للمعيدين، بحس إن المادة دي بالذات بتعتمد عليك أنت أكتر من المعيدين، عشان أنت لازم تكون فاهم متعمق الكونسبت بتاع المادة أكتر من إنك تحل عليه. بس يعني لو هنتكلم عن المعيدين، فكان أشهر معيد في مادة الفيزيكس هو كان باشمهندس معاذ، عشان كان منظم أوي في سبوراته وتقدر إن أنت تراجع منها وتذاكر منها كمان. قبل ما نختم كنت عايز أقول لك حاجة. زمان كانوا بيحكوا لنا قصة إن كان في طالب دخل المحاضرة ونام فيها. دخل الدكتور وادى سؤال وقال إن السؤال ده ملوش حل. والطالب صحى في آخر المحاضرة ولقى السؤال على السبورة، واخد السؤال وفكر إن هو غلط. وروح البيت وقعد مع السؤال فترة وقعد يجيب المراجع لحد ما لقى حل. راح للدكتور وقال له دكتور أنا لقيت حل، والدكتور استغرب وقال إزاي أنت لقيت حل وهو أصلا السؤال ملوش حل. فخليك زي الطالب ده، مهما أي حد قالك إن المادة صعبة والمادة صعبة جدا ملكش دعوة بيه. حط في عقلك إن المادة سهلة وإن شاء الله ربنا يوفقك. عارف إني طولت، بس حاولت إن أنا أكلمك في كل حاجة في المادة. لو لسه عندك أي أسئلة ابعت لي. سلام.